ازيكم يا حبايبي ام بوسي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ربنا يجعله عيد سعيد عليكم يا رب وعلى الامه الاسلاميه اجمعين. دي الفراخ تربيه ايدي، دي اللي انا كنت جايباها من 40 يوم. هي النهارده تمت 40 يوم. انا كنت طالعه في فيديو قبل كده، كنت قايله لكم ان انا جبت 11 كتكوت. كان الكتكوت يومها عامل الكتكوت كان عامل يومها اللهم صل على النبي 33 جنيه. جبتهم بسم الله ما شاء الله. التربية دي بس أنا على ما جم عندهم 15 يوم كده أنا بدأت ألف لهم عيش بعلف، عيش بعليقة. اللهم صل على النبي. الفرخة جابت 2 كيلو، هي طالعة صغيرة شوية في الكاميرا. إن شاء الله فاضل على العيد بتاع 5 6 أيام. أنا كنت جايبة التربية دي للعيد أصلا. مع شوية لحمة نجيبهم، والعيد يمشي كده، وكل سنة وانتم طيبين. انا حبيت بقى اطلع بيهم النهارده واقول لكم ما دي تربيه ايديا وحياه عيني. كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل على النبي. النهارده تموا 40 يوم بالظبط، وفاضل 5 ايام على العيد. هم طالعين صغيرين شويه في الكاميرا. انا حاطه لهم، انا مقعدهم في جنبي كده في قلب البلكونه. دول بقى اللهم صل على النبي، يعني هننبسط منهم في العيد. هناخد صدور فراخ ندقها على الكوبيبه. انا بحب اعمل الكوبيبه، بحط فيها صدور فراخ ولحم الاتنين مع بعض، بتطلع الكوبيبه مسمغه، بتبقى معسله. اللهم صل على النبي. وهعمل للولاد كنتاكي من الدبابيس، وهعمل لهم ستريبس ان شاء الله. هعمل لهم كل حاجه منهم. اللهم بارك. الفراخ دي طلع لي فيها النص. يعني انت لو رحت اشتريتيهم بره ب2000 ونص، ال10 فرخات ممكن يجيبوا 2000 ونص، 2200 2300 ممكن. يعني انا ربيتهم بنص الثمن. اللهم صل على النبي. والله العظيم ولا تعبت في تربيتهم ولا اي حاجه. ده انا كنت فرحانه بيهم اكني بربي بيبي صغنن عندي كده، ولا عيل من عيال. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. جيت هاجي بقى ليله العيد اكني لاقياهم. وهتلاقي الخير في بيتك، وهتلاقي كل حاجه حلوه في الفريزر عندك. انا كنت بربي بال50 فرخ بس. طبعا انتوا عارفين العلف غلي. العلف بقى ب27 جنيه وب25 جنيه. كنت ايام ما انا بربي كان ال2 كيلو ب15 جنيه. كان الكيلو ب7 ونص. في فرق برضك دلوقتي كده. بسم الله ما شاء الله. يعني ال10 فرخات هيبسطوني. انا كنت جايبه 11. البت بوسي بنتي وهم كتاكيت صغننين خالص، رفعت كتكوت لفوق، نزلتولي في الارض، موتتهولي. قلت لها يلا خير، خد الشر وراح. اللهم صل على النبي. انا كنت بربي بال50 فرخ. فطبعا انتوا عارفين دلوقتي الغلا والعلف غلي. فانا جايبه على قد دلوقتي 10، وال10 دول هيخلصهم. انا جبت 11. واحد بوسي فيصتهولي، واتبقى 10 عندي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. يعني اللهم بارك. هيبسطونا في العيد برضه، مع لحمه نجيبها، مع يعني هيبسطونا. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعله وعيد السعاده عليكم يا رب والامه الاسلاميه اجمعين. انا والله انا بتكلم، انا كان عندي البت بس كان عندها دور برد بسخونيه، فانا لقطت منها. جالي دور برد في عظمي. جاي لي دور برد في العظم بتاعي اصلا، مش دور برد من اللي هو العادي بتاعنا ده، لا في العظم. واخده حبوب ومضاد حيوي، مكسرني ومخلي روحي رايحه كده. فان شاء الله. وكنت سخنه، لقطت السخونيه من بوسي برضك بنتي. انا بقالي يومين تعبانه، فقلت بقى اما اطلع معاكم بالفيديو دون. انا بقالي فتره والله ما طلعت معاكم. ان شاء الله انا هطلع معاكم الايام الجايه بفيديوهات كده، عشان انا عاوزه اتكلم شويه. انا هطلع ان شاء الله معاكم في فيديو اتكلم معاكم شويه. اللهم صل على النبي. دول بقى ال10 فرخات دول بقى هندلع نفسنا بيهم في العيد. الواد ادم بيحب الكريب الستريبس، هعمل له وهظبطك يا ابو الاداهيم. اللهم صل على النبي. النهارده كملهم ال40 يوم. انا قلت هسيبهم 5 ايام كمان، بس بيني وما بينكم الجو حر نار، وبعدين الحر بيخفف الفرخ. يعني الحر بيخلي الفرخه تخف معانا. فقلت بدل ما يخف معانا في الحر كده الفرخه تخف. لا، هي الفرخه عامله 2 كيلو و2 كيلو وربع، وفي كيلو ونص. انا بصراحه انا هنقض الكبيره هذبحها، وهسيب الصغيره 3 4 ايام كده. يعني ممكن اذبح 5 واسيب 5. انقض الكبيره واسيب الصغيره تاكل شويه 5 ايام ولا حاجه، تكبر معانا، ترمي معانا لحم شويه. اللهم صل على النبي. لان الحر اصلا بيخلي الفراخ مفيصه كده.
هم كانوا 11 كتكوت. البت بوسي دي قتلت قتله، لقيتها اول ما جبت الكتاكيت رفعت كتكوت لفوق وقامت منزلاه في الارض. والله العظيم صعب عليا يومها، مع اننا بنذبحهم وبناكلهم، فبس صعب عليا من الموتة بتاعته. بس قلت خير، يلا خد الشر وراح. اللهم صل على النبي. ان شاء الله انا برضك هنزل اجيب كام كتكوت كده برضك، يعني على ما دول يخلصوا يكونوا التانيين كبروا ان شاء الله. كده تلاقي الخير في بيتك وفي تلاجتك. وانتوا طبعا عارفين ان الفراخ النهارده ب 100 جنيه، ب 100 جنيه تقريبا. الفرخه مثلا قولوا دول لو عملوا 2000 ونص مثلا، انا مربيهم بنص التمن. اللهم صل على النبي. خليكي شاطره ولهلوبه كده وتبقي ست بيت مدبره. ربنا يبارك في عيشتنا يا رب، ويجعل في بيتنا الخير كله. انا جيت بعد 15 يوم كده قلت ما العلف انا كنت برمي لهم علف بس، دلوقتي انا برمي لهم علف مع عيش، يعني بلف العلف مع العيش اهو. انا بلف علف مع عيش بلدي، بلدي يا جماعه مش عيش ابيض. هم كلهم وانتخهم في الجنب الحيطه كده. بس الفرخه اللهم بارك جميله، هي مش باينه، الكاميرا مصغراها شويه. اللهم صل على النبي. هم شكلهم قاعدين بيستمعوا ليا، شوفوا متنحين ليا ازاي او خايفين مني. انا قاعده على كرسي كده، فقلت اما اصورهم واطلع معاكم فيديو كده. كل سنه وانتم طيبين. شفتم هم قاعدين اصلا بيتصنطوا للكلام بتاعي. ان شاء الله كده على المغرب كده اطلع في الطراوه على السطح، بذبحهم على السطح عندي عشان الدم ما يطرطش الحمام وكده. انا عامله جنبي في البلكونه كده بربي فيه الفرختين، ماليش دعوه بشقتي خالص، يعني شقتي جوه نظيفه ملهاش دعوه بالفراخ خالص. انا كنت الاول حطاهم في جنبي في المطبخ كده، بس بداوا مما يشدوا حيلهم طبعا بيطلع لهم ريحه وكده، فانا ما رضيتش اسيبهم في الشقه جوه، فقمت عامله لهم جنب في زقر البلكونه كده حته صغننه اهو، دي كبيرها وحاطه قفصنا هم نسد عليهم بس. ولا وسخه في شقتي ولا جايه يمة شقتي ولا الكلام ده خالص. هم اكلهم شفتهم ناموا خلاص وفيصوا. احنا دلوقتي بتاع الساعه تقريبا الدور لسه ما ادانش. هو ساعه ما الدور جدا هتلاقوا الشمس تيجي علينا، فانا عامله لهم تعريشه كده. بعرش لهم كده ساعه ما الشمس اللي داخله عليهم. بس ما بيكونش في شمس، بس بقوم شايله التعريشه دي يعني عشان الطراوه والهواء يدخل لهم. طبعا انتوا عارفين الجو حر وكده، ولازم يبقى عند يعني يشموا شويه هواء كده، يردوا الروح فيهم شويه. اللهم صل على النبي. ده هم زي العسل، وان شاء الله ربنا يبارك لنا فيهم كده وناكلهم بالف هنا وصحه. العلافه اللي انا حاطه فيها الاكل دي اللي انا شلتها دي ابو ادهم اللي عاملها لي اصلا، لان ابو ادهم بتاع فران وكده، فهو خبره في الحاجات دي، فهو عملها لي اهي. عملها لي احط لهم فيها الاكل. اللهم صل على النبي. حلوه وما بتهدرش في الاكل، يعني اما بيجوا ياكلوا ما بيوقعوش في الارض. اما لو حطيتي في صينيه او حاجه بيطلعوا عليها وبيعملوا حمام في قلب الصينيه، فدي كويسه، دي جميله قوي. يعني دي بيحطوا بقهم بس عليها كده. الكتاكيت يا بوسي. بوسي بتقول لكم الكتاكيت اللي انت موتيه وهو صغنن. ابو ادم اللي عاملها لي. بسم الله ما شاء الله، يعني هي ما بتهدرش في الاكل ولا بيوقعوا في الارض منها ولا الكلام ده خالص. اللهم بارك. ده هم كلهم وناموا. هم كانوا عايزين يشربهم، انا حسيت ان هم عايزين يبلعوا اللقمه اللي هم كلوها، فجبت لهم الميه. كل سنه وانتم طيبين يا رب. ولاول مره يدخل قناه ام بوسي ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. اللهم صل على النبي. انا حبيت اطلع معاكم اوريكم تربيه ايديا في الفراخ. شفتوا ده هي اما شربت ميه صحصحت اهي. في كتكوتين كده نايمين مأنتخين هناك هم دول لما يقعدوا هيقوم غيرهم. اللهم صل على النبي. انا هنزل اجيب بردك كام كتكوت كده بردك تاني، اجيب 10 او 15. على ما دول يخلصوا اكون التانيين كبروا. والله العظيم ده عدوا، يعني التربيه بتاعتهم عدت هوا 40 يوم عدوا بسرعه. وهينفعوني يعني في العيد كده. هننزل نجيب لحمه للدق للكبابه وكده. انا بحب احط صدور الفراخ على الكبابه، او بتخلي الكبابه معسله. اللهم صل على النبي. انا بقالي يومين والله العظيم باخد بنادول من اللي هو الاحمر اللي شبه الكومتريكس ده للبرد، لان البت بوسه عادتني وجالي سخونيه منها. فقلت اما اطلع معاكم النهارده كده، لان انا بقالي فتره ما طلعتش معاكم. هما شربوا بقى واتركنوا معاهم. هما هيتذبحوا على المغرب كده ان شاء الله. هنقي الكبيره وهسيب الصغيره. اللهم صل على النبي. تعال بقى اما افرجكم على بقيه البلكونه بتاعتي. انا اول مره بلكونتي تبقى كده اصلا، لان انا بقالي كام سنه ما ربيتش فراخ.
انا خدت الجنب ده بس كده وقفلت عليهم بقفصين. قلت ايه بدل ما بهدل شقتي. وبعدين بصراحه الحاجه غاليه والحاجه متكلفه، فانا خفت اطلعهم على السطح عرسه تاكلهم او كده، فقلت لا، اخليهم معايا في البلكونه احسن. ممكن فار تلاقوه على سور البلكونه، الفيران بتبقى تقريبا على سور البلكونه بتطلع، بس الفيران ما بتأذيش الفراخ زي العرس بتمص دمهم وبترميهم. فانا خفت عليهم بصراحه لاني جايباهم غاليين. انا جايبه ال 11 فرخ بكيلو عليقه يومها، لانهم كانوا كتاكيت صغننه مش هياكلوا كتير يومها. جبت كيلو عليقه بس يومها، وجبت ال 11 كتكوت جايباهم ب 400 جنيه. فالحاجه متكلفه. بعد كده بقى اما كبروا بقيت بقى اجيب لهم علف بس في الاول. بعد ما كملوا 15 يوم بقيت احط لهم علف على عيش. العلف على عيش اهو، ودي العلافه دي ابو ادم اللي عاملها لي. فانا ما رضيتش اطلعهم على السطح بصراحه. اللهم صل على النبي. وكبروا ما هم وبقوا زي العسل، وهشيلهم وهنضف مكانهم وان شاء الله هجيب غيرهم. يعني دول هيتذبحوا انا هنزل اجيب غيرهم على طول، عشان دول يخلصوا يكونوا عشان دول يخلصوا. على ما دول يخلصوا يكونوا التانيين كبروا. تعالوا بقى نفرجكم على بقيه البلكونه وعلى البصل اللي ابو ادم جابني. وبصوا فضحني ان هو جاب لي بصل. هحكي لكم قصة البصل دي بقى. ابو ادهم لقيته في يوم بيتصل بيا بيقول لي يا ام ادهم، في واحد جايب عربية قدام الشغل بتاعه، بيقول لي جايب بصل. اللهم صل على النبي. فانا بيني وما بينكم قلت له هات، يعني انا استسهلت بدل ما اشيل من السوق او بدل ما حد يجي لي تحت واطلع تالت دور واتعب. قلت له طب هات لي. قلت له الكيلو بكام تقريبا؟ قال لي ب6 وربع او ب6 ونص. قلت له والله العظيم ده حلو. قلت له المهم جاب لي 50 كيلو ب325 جنيه. انا قايله له هات لي غيرهم. البصل ده بقى له يجي شهر كده، يعني محطوط بقى، دي رصة ايد ابو ادهم اصلا. لقيته جايب لي الشكاره وطالع قدام باب الشقه وبينهج بيقول لي يلا اي خدمه، البصل الدليفري جه هون ومش عارفه ايه. قلت له ايه يعني؟ ما اختي رحاب جوزها جاب لها بصل وهو جاي من على الطريق برضك، راكبين العربيه جاب لها بصل برضك، وايه يعني؟ هو انت عملت يعني حاجه محدش بيعملها؟ فبعدين اتصلت باختي رحاب وقعدت تضحك. قلت لها يا رحاب، ابو ادم بيذلني ان هو جاب لي البصل وطلعهولي. قلت له طب هتصل لك برحاب هون وهسالها لك. قالت له طب ما هو ابو مصطفى جاب لي البصل برضك. عمال يذللني من يوم انا جبت لك البصل، طلعت له تالت دور البصل الدليفري، وعمال يذللني بقى. قلت له يعني الجيران هم اللي هيجوا ياكلوه؟ فبعدين هو بقى طلعه، هو اللي دخله اصلا. انا كنت نايمه والله على السرير وهو جاي، فهو دخل البلكونه من غير ما اشوف الشكاره، ولقيته هو فرده كده وقام حاطط حتتين الرخام دول عشان ايه ما ينطرش لبره كده. اللهم صل على النبي. انا عايزه انضف بقى كده واضمهم في جنب واحد كده، عشان لانه واخد مساحه كبيره قوي من البلكونه بتاعتي. واخد مساحه كبيره قوي. فانا بقول شويه كده. انا كنت مستنياه ينشف بس. على فكره هو كان جايبه ناشف، يعني ما كانش فيه ميه، مش طري كده وفيه ميه وتقيل وبيوزن. لا هو كان جايبه ناشف كده، فهو حطاه بردك حطه كده عشان يتهوى اكتر. اللهم صل على النبي. والبصل بصراحه عجبني، لانه جاي مش مليان، مش اخضر، مش مليان ميه ووزن ميه معانا، لا هو جايبه اصلا ناشف كده. ففرده بقاله شهر على كده. فانا ان شاء الله النهارده كده ولا بكره عشان النهارده انا هذبح الفرختين دول. هنقض الفراخ الكبيره هذبحها واسيب الصغيره النهارده بقى. بكره بقى ولا حاجه كده هقوم نقضى البصل ده كده في جنب كده، لانه واخد مساحه كبيره قوي من البلكونه. لان بصي البلكونه بتاعتي كبيره اصلا، اللهم صل على النبي، هي كبيره اصلا. ف وفيها مكان برضك بنقعد فيه كمان، يعني مربيه جنب فيه فراخ وجنب فيه بصل. لاني انا مرضاش احطه على السطح عندي. قلت بقى اما احطه في البلكونه هنا. انا هضم البصل ده على بعضه كده شويه. البصله الحمرا دي انا بحب البيضه بصراحه اكتر من الحمرا، لان الحمرا دي بتبقى لونها مزرق كده، بتدي على لون موف كده في قلب الاكل. فانا بحب البيضه، والبيضه دي بتبقى جميله قوي في الشوربه برضه. اما الحمرا دي بتدي لون غامق كده، فما بحبهاش انا بسبب كده. بس بصراحه بتبقى مسكره، هي بتبقى مسكره عن البيضه. بس البيضه انا بحبها في لونها في الاكل. اما البصله الحمرا بحب طعمها.
المهم عندنا الطعم بصراحه. هي بتبقى مسكره عن البيضه. فقلت له مش اشكال بقى، قلت له بقى هات لنا ايه دول 50 كيلو. اللهم صل على النبي، دول 50 كيلو. قلت له بقى هات لنا 50 كمان. ال50 كيلو دول انقطعوا يومها ب 325 جنيه. قلت له بقى هات لي زيهم كمان، لاني انا بحب البصل كتير في الاكل، انا بحب اقدام الاكل كتير. الإدام في الأكل كتير، أنا بحب الإدام في الأكل كتير. وبحب البصل كتير لأني بحب الأكل يبقى معسل كده. قلت له بقى هات لي ايه غيرهم كمان 50 كيلو زيهم. ربنا يهديهولي يا رب ابو ادم كده وما يقعدش بقى يذلني بقى ما يجيب لي بصل. بصراحه طول عمري ابو ادم مليل البيت خير، ويوم ما خدته بصراحه بيتي مليان خير منه هو و وربنا يهديهولي يا رب. وانا اصلا انا كنت بربي فراخ كده كمان. يعني طول عمري الخير في بيتي اصلا. لا بستنى من حد فرخه ولا بستنى من حد حاجه. وان شاء الله انا هطلع معاكم الايام الجايه في فيديوهات، لان عايزه اتكلم شويه. الايام الجايه هطلع معاكم شويه، لان عايزه اتكلم في شويه حاجات كده ان شاء الله الايام الجايه كده. بس البت بصي كده الطيب، لاني انا لقطت منها وجالي السخونيه منها وجالي برد منها. ان شاء الله انا بتكلم بصراحه، انا والله الظهر لسه ما ادانش. يعني ما فطرتش لسه وما شربتش القهوه بتاعتي لسه. فتلاقوني بتكلم مش مصحصحه قوي. هقوم حالا افطر بقى واشرب القهوه بتاعتي، شويه القهوه بتوعي كده. وهشوف هعمل ايه، لان على المغرب كده في الطراوه هطلع اذبح الفرختان على السطح. لان ما فاضلش الا 5 ايام على العيد. كل سنه وانتم طيبين، ولازم أنا اجهز الحاجه للعيد كده. كل سنه وانتم طيبين وفيديو النهارده كده كان صغنن، وحبيت اطلع معاكم كده لاني بقى لي فتره ما نزلتش على القناه، وان شاء الله الايام الجايه هننزل معاكم. واللي اول مره يدخل قناه بوسي بنتي، ما تنسوش دعوه حلوه لبوسي بنتي، ربنا يشفيها لي يا رب ويهديها لي ربنا. وما تنسوش تشتركوا في القناه بتاعتها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. وباي باي.